في الاول كده خليني اقول لك ان انت مهما كنت ذكي او شاطر فذاكرتك مش هتشتغل بكامل طاقتها لو انت مش مهتم بيها ومديها حقها. وهنا بقى يا صاحبي لازم تاخد بالك من ان عقلنا زيه زي اي عضله، محتاج عنايه ومحتاج تدريب ومحتاج تغذيه. المشكله بقى بتيجي اننا ساعات كتير قوي بنفتكر ان النسيان ده عيب فينا او ان دماغنا مش قادره تستوعب، لكن الحقيقه بقى ان كل حاجه وليها سبب. وذاكرتك هي كمان على فكره محتاجه شويه حاجات بسيطه علشان تتظبط، والحاجات دي يا صاحبي لازم تعملها علشان تبدا تشتغل معاك زي الساعة. وعلشان كده بقى احنا جمعنا هنا أهم 7 خطوات علشان تقوي بيهم الذاكرة، ولو طبقتهم واحدة واحدة يا صاحبي وبالترتيب هتحس فرق كبير جدا في تركيزك وفي قدرتك على التذكر وفي حفظك لأي معلومة مهما كانت بسيطة. من أول نومك لأكلك لحركتك لطريقة المذاكرة، كل تفصيلة يا صاحبي من دول ليها دور كبير جدا. ويمكن وانت بتسمعهم حتى تحس ان بعضهم معروف او بسيط، بس الفرق الحقيقي بقى بيجي لما تبدأ تطبقهم مع بعض وتحافظ عليهم يوم ورا التاني. وهنا بقى يا صاحبي حابب اقول لك ان الخطوة السابعة معانا النهاردة دي أهم خطوة فيهم كلهم، وده علشان هي اللي بتحط الكلام ده كله في منطقة الفعل. فشد الكرسي بقى كده وخد نفس، وما تنساش تشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتعمل لايك للفيديو لو لسه ما عملتش، وبالمرة تسيب لي تعليق تقول لي رأيك ايه في الحلقة دي وحابب نتكلم عن ايه في الحلقات اللي جاية ان شاء الله. واوعى تنسى يا بطل تفعل الجرس علشان تجيلك اشعارات بالفيديوهات الجديدة. ودلوقتي يلا بينا نخش على الخطوات السبعة. الخطوة الأولى معانا النهاردة هي نام كويس علشان عقلك يشتغل صح. لازم تعرف يا صاحبي كده إن النوم مش مجرد راحة للجسم وخلاص، ده عملية بيشتغل فيها العقل بطريقة مختلفة تماما. وده لأنه وأنت نايم المخ بيشتغل كأنه جهاز أرشفة، بيراجع كل حاجة حصلت لك طول اليوم وبيقرر إيه المعلومات المهمة اللي لازم تتخزن في الذاكرة طويلة المدى وإيه الحاجات التافهة اللي لازم تتنسي فورا. الدراسات العلمية يا صاحبي أثبتت إن النوم بيساعد بشكل مباشر على تثبيت المعلومات، وده معناه إن أنت لو ذاكرت من غير ما تنام كويس فالمعلومة دي ممكن تضيع وتتبخر كأنك ما عملتش أي حاجة. وهنا بقى لازم تعرف يا صاحبي إن النوم الكافي كمان بيقلل التوتر، والتوتر عدو الذاكرة. يعني النوم بيروق دماغك وبيهيئها للشغل الصح. وهنا بقى لازم تاخد بالك من إن في أيامنا دي الناس بتسهر على الموبايلات والمسلسلات والسوشيال ميديا وبتنام نوم متقطع أو ساعات قليلة جدا، وده طبعا بيأثر جامد على المخ. يعني لما ما تنامش كفاية الذاكرة بتبقى مشوشة، التركيز بيقل، والمعلومة اللي دخلت بالعافية في المذاكرة بتضيع من غير ما تلحق تمسكها. وهنا بقى يا صاحبي لازم تحط في دماغك ان العقل زيه زي اي عضله، لازم يرتاح علشان يشتغل بكفاءه. وانت بقى يا صاحبي لما تيجي وبتحرمه من الراحه دي فهيبدا يكسل ويخرف وينسى. وعلى فكره النوم مش بس بعدد الساعات، لكن كمان لازم يكون نوم عميق ومتواصل وفي ميعاد ثابت كل يوم، لان ده اللي بيخلي الجسم والعقل يدخلوا في دوره النوم الطبيعيه اللي فعلا بتجدد الطاقه. الخطوه الثانيه بقى يا صاحبي هي كل اللي بيغذي عقلك. المخ يا صاحبي زيه زي اي عضو في جسمك، محتاج طاقه علشان يشتغل، ومش اي طاقه، ده لازم تكون من مصدر نظيف وصحي. وهنا بقى لازم تحط في دماغك ان التغذيه لها تاثير مباشر على الذاكره والتركيز وسرعه البديهه. يعني لو بتاكل اكل سريع ومليان دهون وسكريات فده بيأثر بالسلب على قدره مخك على الفهم والتخزين والاستيعاب. انما بقى لما تبدا تدخل اكلات معينه في نظامك اليومي زي المكسرات والاسماك والبيض والبروكلي والتوت فهتلاحظ فرق كبير في تركيزك وانتباهك حتى من غير ما تبذل مجهود كبير. وده لان الاكلات دي غنيه بحاجه زي الاوميجا 3 ومضادات الاكسده والبروتينات المهمه لتقويه خلايا المخ. وعندك السمك مثلا وبالذات السلمون او السردين غني بالاوميجا 3 واللي هي عباره عن دهون مفيده بتساعد في تحسين الاتصال بين خلايا المخ وبعضها، وده طبعا بيقوي سرعه استيعابك وبيقلل النسيان. والتوت والشوكولاته هما كمان فيهم مضادات الاكسده اللي بتحافظ على خلايا المخ من التلف. والبروكلي بقى يا سيدي بيزود ماده اسمها الكولين واللي بتساعد في تقويه الذاكره. يعني يا صاحبي لو انت طالب او حد بيشتغل بمجهود ذهني كبير فوجبه واحده فيها الحاجات دي هتفرق معاك جامد في ادائك اليومي. لكن في نقطه تانية مهمه جدا وفي ناس كتير بتغفل عنها وهي الميه. الناس يا صاحبي بتفتكر ان الميه بس للجسم، لكن الحقيقه بقى ان حتى الجفاف البسيط ده بيأثر على تركيزك وقدرتك على الحفظ. يعني لما جسمك ما يكونش فيه كميه كافيه من الميه فالمخ بيبتدي يكسل وتفكيرك بيبقى بطيء وبتحس ان انت مش مركز ودماغك تقيله. فدايما يا صاحبي بقى خلي معاك ازازه ميه واشرب بانتظام طول اليوم وخصوصا وقت المذاكره او وقت الشغل. الخطوه الثالثه بقى يا سيدي هي حرك جسمك علشان تحفز مخك. في ناس كتير قوي مش واخده بالها من ان العقل والجسم مربوطين ببعض. يعني مش بس الاكل اللي بيأثر على المخ، لكن كمان الحركه والرياضه لهم تأثير مباشر على نشاطك الذهني. يعني انت مثلا لما تتحرك او تلعب رياضه فالدوره الدمويه هنا بتزيد، وده معناه ان الدم اللي شايل الاكسجين والمغذيات بيوصل للمخ اسرع واكتر، وده طبعا بيساعد خلايا المخ انها تشتغل بكفاءه اعلى.
يعني مش شرط يا سيدي تروح جيم او تلعب كمال اجسام، كفايه قوي ان انت تمشي نص ساعه بس كل يوم او تلعب شويه تمارين بسيطه في البيت. المهم ان جسمك يفضل متحرك وما يبقاش كسلان، وده مش بس مفيد لصحتك البدنيه، ده كمان بيأثر بشكل كبير على تركيزك وسرعه استيعابك وحفظك للمعلومات. في حاجه علميه يا صاحبي كده اسمها البي دي ان اف، وده اختصار لحاجه اسمها عامل النمو العصبي المشتق من الدماغ. في ماده كيميائيه كده يا صاحبي المخ بيفرزها لما بنتحرك. الماده دي بالبلدي كده يا صاحبي زي سماد بيغذي خلايا المخ وبيقويها وبيخليها تتجدد، وده معناه ان التمارين مش بس بتحسن مزاجك او جسمك، لكنها كمان بتساعدك حرفيا في تحسين ذاكرتك وسرعه تفكيرك. وعلى فكره العلماء كمان لقوا ان الانسان اللي بيتحرك بشكل منتظم حتى لو مش بيتمرن جامد فقدرته على الحفظ بتكون اعلى وتركيزه افضل، وحتى حالته النفسيه بتكون اهدى. فلو بتحس بقى ان دماغك تقيله او بتنسى كتير، جرب تتحرك شويه وهتشوف الفرق بنفسك. الخطوه الرابعه بقى يا صاحبي هي قلل التشتت وركز شويه. واحده من اكبر الحاجات اللي بتضيع مجهود اي حد بيحاول يذاكر او يتعلم هي التشتت. يعني مثلا تبقى قاعد تمسك الكتاب او بتتفرج على فيديو تعليمي وتلاقي الموبايل بيرن، او في اشعار جالك من فيسبوك، او حد يا سيدي بعت لك رساله على واتساب، او حتى في صوت عالي حواليك. لازم تاخد بالك يا صاحبي بقى ان كل الحاجات دي بتقطع تسلسل التفكير وبتخلي المعلومه اللي كنت بتقراها تطير من دماغك، وعقلك بقى يا صاحبي ما بيعرفش يشتغل على كذا حاجه في نفس اللحظه بنفس الكفاءه، لانه طبعا محتاج تركيز كامل علشان يقدر يسجل المعلومه في الذاكره بشكل مظبوط. فانت بقى لو عاوز تحفظ وتفهم بجد لازم توفر له بيئه هاديه من غير مصادر تشتت كتير، وتركز في حاجه واحده بس في كل مره. المشكله بقى هنا ان التشتت مش بيأثر على التركيز بس، ده كمان بيأثر على جوده المعلومه اللي بتدخل في عقلك. يعني مثلا لو انت قاعد بتذاكر وكل شويه بتبص على الموبايل، فلما تيجي بقى بعد يوم او اتنين تراجع اللي انت ذاكرته ده هتلاقي نفسك مش فاكر تفاصيل كتير، وده لان المعلومه ما اتخزنتش في الذاكره طويله المدى، لان دماغك يا صاحبي كان نصه هنا ونصه هناك. الخطوه الخامسه بقى يا صاحبي هي درب عقلك على التركيز والانتباه. زي ما قلت لك كده يا صاحبي من شويه، عقلك زيه زي عضله جسمك بالظبط، لو ما استخدمتوش كتير هيكسل ويتراخى، لكن بقى لو بدات تدربه بانتظام فهتلاقي نفسك بتركز اسرع وبتفتكر معلومات اكتر من غير ما تبذل مجهود كبير. الفكره هنا يا صاحبي ان المخ محتاج تحديات ذهنيه يوميه، وده بيجي من حاجات بسيطه زي انك مثلا تحل كلمات متقاطعه او تلعب سودوكو او تمارس تمارين العاب البازل اللي بتطلب تركيز وربط معلومات. الحاجات دي يا صاحبي رغم انها بسيطه الا انها بتنشط مناطق في المخ، المناطق دي هي اللي مسؤوله عن الذاكره والتركيز، وبتخلي خلايا دماغك في حاله يقظه دايما، وده طبعا بدل ما تبقى نايمه ومستهلكه من كتر التكرار والروتين. وانا هنا مش بقول لك ان انت لازم تبقى محترف في الالعاب دي من اول يوم، لا خالص، لان كفايه قوي ان انت تبدا شويه بشويه، وكفايه برضه ان انت كل يوم تدي لعقلك تمرين صغير. يعني مثلا جرب تحفظ قائمه حاجات محتاج تشتريها من غير ما تكتبها، او تفتكر مواعيد حاجات حصلت لك خلال الاسبوع بترتيبها، او حتى يا سيدي ارقام تليفونات صحابك. كل تمرين من دول يا صاحبي بيشتغل على تحسين الذاكره العامله، وده نوع من انواع الذاكره اللي بتستخدمه في كل حاجه بتعملها تقريبا، سواء شغل او مذاكره او حتى نقاش بسيط مع اي حد. فلو حافظت بقى على اي تمرين من دول يا صاحبي بشكل يومي هتلاحظ فرق واضح في تركيزك وفي مدى سرعه استيعابك للمعلومه. الخطوة السادسة بقى يا صاحبي هي استخدم اسلوب التكرار الذكي. العقل يا صاحبي زي الطفل الصغير بيحب اللي بيتكرر قدامه، بس طبعا من غير ما يحس بالزهق. علشان كده بقى يا صاحبي التكرار العشوائي مش كفاية، لانه لازم يبقى فيه شوية نظام. العلماء يا صاحبي اكتشفوا حاجة اسمها التكرار المتباعد، وده ببساطة ان انت تراجع المعلومة اكتر من مرة على فترات مختلفة مش ورا بعض. يعني مثلا لو قريت معلومة وراجعتها بعد 10 دقايق وبعدين ساعة وبعدين تاني يوم وبعد كده 3 ايام، الطريقة دي يا صاحبي بتخلي المعلومات تثبت في دماغك وبتتنقل من الذاكرة المؤقتة للذاكرة طويلة المدى. وانت بقى لما بتبدأ تراجع على فترات فعقلك بيبتدي يفهم ان المعلومة دي مهمة جدا وبيبدأ يخزنها في مكان امن جوه. يعني مثلا لما تذاكر درس وبعدها ب10 دقايق تراجع عليه تاني بسرعة، فده بيأكد للعقل ان المعلومة لسه مطلوبة، وبعد كده بقى لما تيجي تراجعها تاني بعد كام ساعة بتكون لسه في دماغك بنسبة بسيطة، فالمخ بقى هنا بيركز عليها تاني وبيعمقها اكتر، ومع كل مرة مراجعة نسبة النسيان بتقل، وبتلاقي نفسك بتفتكر المعلومة بعد اسبوع او شهر من غير اي مجهود، وده طبعا بيوفر عليك وقت كبير جدا قدام بدل ما تقعد تعيد من اول وجديد. الخطوة السابعة بقى يا صاحبي ودي اهم واحدة فيهم هي علم المعلومة لحد تاني. العقل يا صاحبي لما بيفهم حاجة بيخزنها بنسبة معينة، لكن بقى لما تيجي تشرحها لحد فانت بتثبت المعلومة 3 مرات من غير ما تحس. اول مرة وانت بتحاول تفتكرها علشان تقولها، وتاني مرة وانت بتشرحها بصوتك وبكلماتك، تالت مرة بقى يا صاحبي لما اللي قدامك يسألك او يستفسر عن اي حاجة، وساعتها بقى انت بتحاول ترد وتربط المعلومة بجملة او بمثال او حتى توضيح بسيط. كل ده يا صاحبي بيخلي المعلومة تثبت جوه دماغك بشكل اعمق، وبتبقى مش مجرد حافظ، لا ده انت بقيت فاهم وعارف تربط وتوصل المعلومات ببعض. اما انت بقى يا سيدي لو لسه هنا
معانا، فما تنساش بقى تشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وتعمل لايك للفيديو لو لسه ما عملتش، وتكتب لي تعليق تقول لي رايك ايه في الحلقه دي.